السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو المطبخ يا حبايبي، ماشي. بس ده بعيد عن البوتاجاز بس. اوكي، فهو المطبخ، ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة، وحياة اغلى حاجة عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو المطبخ يا جماعه، ماشي. بس ده بعيد عن البوتاجاز عشان ما تقولوش ده مطبخ تاني، لا هو المطبخ، ماشي. صلوا على النبي يا حبايبي. النهارده هعمل كفته، هتبل كفته. هعمل منها داوود باشا. ولو لقيتها كتيره اللي هخليه منها ممكن اعمله اي حاجه. ممكن اعمله حواوشي، ممكن اعمله كفتة في السيخ، يعني اي حاجة ان شاء الله، ماشي. بصوا يا حبايبي، انا هتبل كفتة، تمام. هعمل منها داوود باشا. طبعا كلنا عارفين اللي هي الكفتة اللي بالصلصة، تمام. ده عندي كيلو لحمة مفروم، عندي بصلتين، عندي قرنين فلفل احمر وقرن اخضر، عندي حوالي معدل 4 فصوص توم، بس انا ما عنديش توم صحيح. عندي توم بودرة وبصل بودرة، عندي كمون، عندي حبهان، عندي بابريكا، عندي كزبرة، عندي ملح، عندي فلفل اسمر، تمام. حطيت كله في الخلاط، ماشي حبايبي. خليكم معايا، هحط اللحمة واحط الفلفل واحط التوابل. هيا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، الخلاط ده عنده امكانيات الكبة وكل حاجة. بصوا اهي اللحمة، معلش انا التليفون ممكن مش مبان الحاجة كويس. فرمتها اهي، بقت ناعمة خالص زي الفل. بصوا يا حبايبي اهي، بقت ناعمة زي الفل. اهي هحطها بقى تريح ربع ساعة 10 دقايق حسب. هحطها ترتاح شوية في التلاجة. وده الخلاط يا حبايبي، ده فيه كل الامكانيات، يعني زي الكبة، زي بيعمل كل حاجة يعني، تمام. ما عدا طبعا ما بيطحنش بقى، ولا ملح ولا فلفل ولا كزبرة ولا كمون ولا الحاجات دي. بس ممكن يفرم اللحمة، طعمية، اي حاجة انت عايز تعمليها فيه. ما تسألونيش طبعا نوعه ايه عشان انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش هو نوعه ايه صراحة. تمام، هو كده اهو يا حبايبي. غسلت الخلاط اهو بعد ما خلصت اهو. ده ينفع للحمة، للطعمية، البصارة، العدس، كله. لكن طبعا ما ينفعش قلنا ولا كزبرة ولا كمون ولا فلفل ولا الحاجات دي. بصوا يا حبايبي، هعملها واخلصها واوريها لكم، ماشي، عشان الفيديو ما يطولش. بصوا بقى، لما بتتضرب ما بتعملش خالص، ما بتفلقش كده، ولا بتتقسم، ولا من النص، ولا اي حاجه. زي الفل، ملبن ملبن ملبن. المهم ان انتوا تحطوها تريح في التلاجة شويه، تمام. اهو يا حبايبي عملتها. استنى، دي بقى تتعمل في الفرن كده، تتحمر اي حاجه.
البيبي كان بيعيط، رحت اشوف. نجوم 9. ممكن تحطوا شوية نقطة زيت في الصينية وتعملوهم في الفرن كده 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 كده، ونرش عليهم بقسماط كده. بس اهو عملناهم كفتة بانيه. انا مقلله التوابل طبعا عشان الكفته فيها توابل كتير، كزبره، سكر، ملح، كمون، وهحط الفلفل عشان الفلفل بس المطحن اللي هو ده. وانا يا حبايبي ضفت لها معلقتين صلصه عشان الطماطم قليله. ماشي. يا حبايبي خلاص هطفي عليها. واللحمه اللي فايده مني هعملها بانيه، زي ما يجوا بقى، يجوا 5 يجوا 6 يجوا 10 هعملهم بانيه. ماشي. عايزين الرز زي زمان، اللي هي الميه تغلي وفيها زيت زيتون وملح ونسقة الرز فيه. هما بيحبوا كده، مش بيحبوا نشوحه الاول وبعدين نضيف له الميه. خلاص يا حبايبي الرز يبقى عملنا الرز والكفته داود باشا. وما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.